يلا بسرعة نسمي الله وندخل ونشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. كان بطلنا واقف في نص بيته وهو بيبص على مراته اللي عمالة بتبص ليه بخوف او على وشك تعيط، وهو ماسك في ايديه شريط منع حمل. انا عايز افهم ايه ده؟ حبوب. ما انا عارف انها زفت، بس عايز اعرف بتعمل ايه معاك يا محترمة؟ هتكون بتعمل ايه؟ عشان كده بقالي 3 سنين مستني حضرتك تحملي وانت ولا الهوا، ولا هو انا مفيش فيا عيب؟ شوف نفسك. وده ما لفتش انتباهك لحاجة؟ حاجة ايه؟ اني بكرهك يا زين ومش عايزه اشوف عيل منك. اوعى تكون نسيت ان الجوازه دي من البدايه حصلت غصب عني. لا، احب افكرك انا ما كنتش راضيه عنها ولسه مش راضيه، وبدعي ليل نهار اني اتطلق منك. ليه؟ عشان شيطان قرب منها وقتها وزعق فيها بعلو صوته. انا عمري ما قصرت في حقك ابدا، ده انا مخليك تعيشي عيشه ابوكي نفسه ما يحلمش بيها. مش عايزه اعيش العيشه دي اصلا، انا اهون عليا اموت ولا عيشها معاك من الاساس. هي بقت كده؟ ايوه. تمام، اطلع على اوضتك وانا افكر في الموضوع ده. طلعت على اوضتها، واول لما دخلت وقفلت الباب ابتسمت بخبث، طلعت تليفونها ورنت على واحد وهو رد. ايوه. زين مسك شريط منع الحمل ولما اتكلم معايا حطيت الحق عليه واني بكرهه هو. ايوه كده، عفارم عليكي. انا عايزك تطلعي منه بمصلحه كويسه يا حبي، وبعد كده احنا نتجوز بقى. انا فكرت في كده برضو، وبجد انا مبسوطه قوي يا حسن، اخيرا هجتمع بيك على خير. ايوه يا حبيبتي، اخيرا طبعا. قالها بخبث. وزين قعد في المكتب يفكر في كلامها ويراجع نفسه. هو فعلا صعب في تعامله، بس مش لدرجه انها تكرهه بالشكل ده. فقال لنفسه بنرفزه: وبعدين معاك يا زين، يعني كلام حتة بنت جربوعة زي دي هيفرق معاك في ايه؟ انساها وطلقها وهات غيرها. طلع فوق في اخر الليل، سمعها بتتكلم في التليفون وبتقول: هو قاعد في المكتب تحت لسه وانا زهقت قلت اتكلم معاك. حبيبتي، وانا كمان زهقان وكنت بفكر فيكي. انت وحشتني قوي يا حسن الصراحه، بفكر بقى اقوله اني هروح لاهلي وهجيلك البيت. حبيبتي يا رورو، ده اصح حاجه تعمليها، ولا اني شايف ان العين علينا كتير قوي الايام دي، خصوصا بعد ما فش حبوب منع الحمل معاكي. واحد غبي اصلا ومقرف، مفكر نفسه يتحب او يتعاشر. بابا السبب في كل اللي انا فيه ده. مليون مره اقول له انا بكره زين، بس هو كان مصر يطلعه بعروسه ويبقى نسيبه عشان فلوسه. مش حوار فلوس، على قد ما ده زين نصار وكبيره قوي ان ياخد بنت من بناته. غباء. زين كان خلاص فقد كل الصبر اللي عنده وهجم عليها مره واحده، وهي اتصدمت اول ما لقيته قصاده. زين. حسن أول ما سمع الاسم قفل بسرعة، وزين جابها من شعرها وكان بيضرب فيها من كل النواحي، وهي كانت بتصرخ بجنون. شدها زين من شعرها ونزلها المخزن تحت واتكلم بمنتهى الغل: أنا أعرفك إزاي واحدة رخيصة زيك ما شافتش تربية تخوني؟ أنا زين نصار. أنت مش راجل وأبا خونك وبحبه هو. أنا هوريكي. أسبوع كامل وزين مش قادر يبطل ضرب فيها من غله وغضبه ضاعف عليها. أنت طالق يا زبالة، طالق طالق. احسن برضو. بفكر ارحمك بعينك. اترعبت منه اكتر، وكان بالنسبه ليها اكبر عذاب في الدنيا وجودها معاه. كان في خدامه فدخلت ليها وقتها وهي قالت: ابوس ايديكي ساعديني اهرب من هنا، هو هيموتني وذنبي هيبقى في رقبتك انتي. لا انا خايفه. طب هاتي المفتاح وقولي انك ما خدتيش بالك واكسبي فيا ثواب. صعبت على البنت وادت لها المفتاح، فهي اخدته وهربت بسرعه. وزين رجع البيت وطربق البيت كله عليهم. اول لما عرف انها هربت بدا يفضي الكاميرات والتسجيلات لحد ما عرف انها كانت بتتكلم مع نفس الشخصه دي. اخذ الكاميرات والتسجيلات وراح على بيت نسيبه على اساس يلاقيها هناك. خبط واللي فتحت رهف اخت روان الصغيره. بخ عليا الطلاق، انت اتخضيت يا حاج كامل. باباكي فين؟ ايه ده انت متنشن كده ليه؟ زين يا جميل. اقصد يا ابي اهدى. رد عليا. هو جوه، اتفضل. ده زين يا بابا. قالت كده فسلم على حماه وقعد وفتح اللابتوب وسمعه كل التسجيلات. وطبعا هو حس انه هيحصل ليه حاجه بسبب اللي بنته عملته فيه. دلوقتي انت فرحان بنسبي صح؟ صدقني يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه، ومش مصدق ان روان يطلع فيها الطبع ده، ومن زين نصار اللي يتخان، والحوار ده عمره ما هيعدي بمرور الكرام عليا. استهدى بالله يا ابني وعرفني هي فين. انا معرفش، رغم ان عندي شك بنسبة 99% انك انت اللي مخبيها. محصلش يا ابني ولا اعرف عنها اي حاجة. انا مش مصدق ان روان بنتي عملت كده، وبعدين ربنا بيني وبينك انا ما غصبتها على الجوازة. مش فارق بالنسبة لي عشان انا خلاص طلقتها بال3، بس حقي مش هيروح. لا انا ولا امها ولا اختها لنا ذنب في عمايلها، وبعدين اللي عملته ده مش سهل علينا زيك بالظبط.
انتوا اهلها وتتحملوا قرفها، لكن انا مش مجبر اتحمل قرفها. واللي حصل ده عمري ما هعديه، وجاي علشان اخلص الحساب معاك لانك ابوها، وانا تحت امرك يا ابني، واللي انت شايفه صح اعمله. بس قولي ناوي على ايه؟ وكله الا الفضيحه يا زين. فضيحه؟ طب شوف بقى، يا اما انك تجوزني اختها الصغيره رهف وابقى نسيبك برضو، يا اما ارفع قضيه وافضحها وافضحك، وما اخليش حد في عيلتك ولا اهلك يرفع عينه. ازاي اجوز ليك رهف بعد اللي ران عملته؟ لا، انت كده هتاخد البنتين بذنب بعض، وانا مش هسمح ان اجي على واحده عشان التانيه. يبقى انت اللي اخترت. في الوقت ده رهف دخلت عليهم، وطبعا قلبها بدأ يدق من توترها من وجود زين. هي كلامها معاه قليل جدا، لكن بتحس بهبة ناحيته. انا مش فاهمه انت بتتكلم مع بابا بالشكل ده ليه، بس اعرف انه مش من حقك وهو مش شغال عندك. تعرفي يا شاطره ما تتدخليش في كلام الكبار غير لما يخلصوا. ده بابا، وحقي اني اتدخل لما الاقي واحد بيتكلم معاه باسلوب مش كويس، والشخص ده مش محترم المكان اللي هو فيه. لما المكان يبقى محترم انا احترمه، بس الفكره ان لا يفقه شيء عن الاحترام. انت ازاي تتكلم بالشكل ده؟ وبعدين لما انت شايف ان بيتنا كده، اتفضل اطلع منه. اسمع ابو الخينه، انا قلت الكلام اللي عندي ويا تنفذ، يا بكره الصبح صدقني مش هتقدر تطلع من باب بيتك بسبب الفضيحه اللي هتحصل. ايا كان الحوار اللي انت جاي عليه، انت مش بتفتح غير نفسك. طب شوفي كده. لف اللاب ليها، وهي مجرد ما شافت اختها اتصدمت. لا، عمرها روان ما توصل للمرحله دي. انت اكيد عامل كده اصلا علشان تشوه سمعتنا. انت عبيطه يا بت، انتوا مين انتوا اصلا في الدنيا علشان اسعى اشوه سمعتكم؟ انتوا ولا حاجه. انت اللي ولا اي حاجه. كفايه يا رهف يا بنتي، ابوس ايديك خلاص. قالها باباها بتعب، فرد زين وقتها بطريقه واضحه. كفايه يا رهوفه، اسمعي كلام بابا عشان كل ده بيضاف لقيمتك وقيمه اختك. قامت قيامتك؟ زين بص لها بغضب، وبعدين مشي زي الاعصار. وباباها تعب، راحت تقفل الباب بعصبيه، وبعدين فاقت على صوت وقعت باباها وطلبوا ليه الدكتور، وبدأت تعيط هي ومامتها. اختك خلاص حطت راسنا في الدنيا رهف، اختك فضحتنا كلنا، وزين معاه حق. انا مش هقدر اطلع من باب البيت بعد كده بسبب اللي اختك عملته. هو عايز منك ايه يا بابا؟ عايز يتجوزك يا رهف يا بنتي، وياخدك قصاد اختك. عايز يطلع اللي فيه فيك يا حبيبتي، وانت مالكيش اي ذنب. بس روان فعلا اللي غلطانه يا بابا، ومفيش واحد في الدنيا يتحمل ده على كرامته، وزين عمره ما كان وحش معانا. عارف يا بنتي، عارف، ومالوش ذنب، بس ما اقدرش. طب بص حضرتك، ارتاح دلوقتي وسيبها على ربنا. ونعم بالله. وفعلا باباها نام، ورهف عيطت، مش عارفه على باباها ولا على زين اللي برغم بجاحتها قدامه الا انها عارفه انه معاها حق. بس هي دلوقتي بعيده كل البعد عن الشعور بالشفقه على اختها، وهي كانت عارفه لبخها كله، بس ما تعرفش انه اتطور لدرجه انها تروح ليه. اما عن زين، كان قاعد بيفكر في روان، وانه غله منها بقى كبير قوي، لسه مش قادر انه يتخطى، او الاصح عمره ما يتخطى بالسهوله دي. هو عايز ينتقم باي شكل منها ومن اهلها، وغل النهارده وصل لمرحله وحشه قوي. باب الحديقه الازاز خبط، وهو راح فتح، لقاها رهف. خير؟ انت اخويا، وانا عمري ما قدرت اشوفك اكتر من كده. مش مشكلتي. ازاي مش مشكلتك وانت اصلا عايز تتجوزني؟ الموضوع مش سهل عليا، بس بابا فوق كل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا موافقه، بس عايز اعرف منك الجوازه دي لحد امتى، وايه النتيجه في الاخر، وانت عايز مني ايه؟ اكيد مش هتاخدني بذنب روان. لا، اخدك بذنبها، وزي ما هربت قبل ما ناري تخلص منها انا هكمل عليك اللي كنت هعمله فيها. بس كده حرام عليك وذنب كبير، عشان انا ما عملتش فيك اي حاجه. بس اختها. معاك حق اختها، ويا ريتني ما كنت كده. يلا، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. بس برضو ما ردتش عليا. الجوازه دي هتبقى لحد ما تخلفي ليا طفل بدل اختك، وبشرط ما تعترضيش على اي حاجه اعملها. حاجه ايه؟ اضربك مثلا، ولو عاوزه تمشي اتفضلي. انا على نفسي عارف اجيب حق ازاي، وما عنديش ادنى مشكله. انا ماليش ذنب، وانت عارف كده صح؟ ليه بتقولي ماليش ذنب وهي اختك اصلا؟ مش اختي ولا بنت بابا. يا سلام، هنشوف، ويا رب الاخت ما تبقاش واخده داء الخيانه من اختها. بس انا بخاف من ربنا، وعمري ما اعمل كده. ما انا اشوف الحوار ده بعدين، وبعدين انا شايف ان اديتلك حريه كبيره قوي عمرك ما تاخديها. يفعل الله ما يريد، انا موافقه، قالتها بتوتر، وعيطت في الوقت ده، وهو قفل الباب في وشها. رجعت على البيت وعرفت باباها اللي عيط بزعل على بنته اللي ملهاش اي ذنب، بس اتاخدت بذنب اختها. جه زين تاني يوم بالمأذون، ورهف كانت مستغربه، فقربت منه وقتها. هو المأذون بيعمل ايه؟ هنتجوز ازاي وانت لسه العده بتاعتك ما خلصتش؟ العده بتاعت مين معلش؟ وضحي لي كده. بتاعتك انت، مش انت ليك عده ولا ايه؟
بصلها شوية ومعرفش يرد عليها يقول ايه. فضلت مستنية رد منه براءة عمره ما شافها في عيون روان أبدا. صحيح في سؤال تاني. اتفضلي. هو انت عندك كام سنة؟ 33. يا لهوي، انا عندي 19 بس. وبقولك يا ابي، بعيدا عن التبجيح اللي كان حصل، طب ما فرق السن كده كبير قوي، واعتقد ما ينفعش نتجوز، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف انك تسكتي خالص، لان انا عفريت الدنيا في وشي، فاصح عليك يا بنت ناس خليني ما اشوفش حضرتك لحد ما الجنازه دي تتم. هو حد مات ولا ايه؟ البقاء لي اللي انا ما اعرفش. لا بقولك ايه، هي مراره واحده وانا مش ناقص. خلاص انا اسفه، سكت اهو. قعدت وبداوا كتب الكتاب، وكان كل شويه يبص ليها، واول لما خلصوا اخدها غصب عنها. فباباها قال بتعب: طيب سيبها النهارده يا ابني، البنت مفزوعه، هتاخدها مني لما عاوز انا كده، ومن اول لحظه دي بنتك ما عادتش تخصك، هي بقت بتاعتي انا وبس. زعلت اول ما شافت باباها بيعيط، فقربت منه وفضلت تطبطب عليه، وبصت على زين بعتاب، وكان جديد عليها اسلوبه ده كله. حرام عليك على فكره بابا، ما تزعلش يا حبيبي، واعتبرني بايته عند منى وفرحه جيراني، واوعى تزعل ابدا. زين حس انها احرجته بجملتها واتغاظ منها قوي، فاخدها غصب عنها. بالراحه يا عم، في ايه؟ هو ايه اللي بالراحه؟ حضرتك مستوعبه الكلام اللي قلتيه ولا بتهبدي كده وخلاص؟ انا مش فاهمه تقصد ايه. تبقي ماشيه مع جوزك وبايته عند منى وفرحه ازاي يعني؟ هو عادي يعني، عشان ما يحسش ان رايحه مكان تاني ويزعل ويضايق طول الليل. يعني انا غلبانه علشان ما يزعلش؟ انا شكلي يبقى مقرف قدام نفسي صح؟ مقرف ليه بس؟ انا مش فاهمه انت متضايق ليه. خلاص حقك عليا وما تزعلش مني. تمام. طب دلوقتي انا عايزه افهم انت اتضايقت ليه. مش لازم تفهمي، ويلا قدامي على العربيه. مشيت معاه وركبوا العربيه، وكانت طول الطريق بتعيط بزعل على اهلها. وصلوا بعد وقت الفيلا اللي كانت بتعجبها، بس ولا مرة فكرت إنها تعيش فيها، لأن بالنسبة لها دي أملاك أختها وبس، ولو فكرت تبقى خرابة. أخدها غصب عنها، فهي صرخت: حاسب يا زين، في إيه؟ أنا هقع على الأرض. أولعي. حرام عليك، أنت درت حد يقولك الجملة دي؟ وبعدين أنا لو حصل وشي حاجة هتبقى في وشك أنت، عشان أنا مراتك وواجهتك. قلتيلي. طب اتفضلي. طلعوا على فوق، وأول لما دخلوا الأوضة زقها وقعت على السرير على وشها، وبدأت تصرخ وتعيط وهي ماسكة مناخيرها. مناخيري اتكسرت خلاص، هعيش من غير مناخير، حرام عليك. انت عبيطة. أنا مش عبيطة، انت اللي شيطان. أنا بجد بكرهك يا زين، بكرهك. وفجأة بدأ الصوت يتكرر في الأوضة: بكرهك بكرهك بكرهك. صرخت بحماس في اللحظة دي، وبدأت تتكلم بصوت عالي أكتر، وعلشان الأوضة واسعة صوتها كان بيتكرر. الله، دي أوضة شبه التلفزيون قوي، لما حد يتكلم بيتكرر. أنا بجد مبسوطة. استنى كده، زين زين زين. الصوت بدأ يتردد قدامها، وهي بدأت بتصرخ زي الأطفال وتجرب حاجات كتير قوي. وهو كان بيحاول يستوعب إنه فعلا ظلمها لما جاب طفلة هنا، دي مكانها الحضانة، وأكيد مش هيعرف يقسى عليها. وهو فكر بعد ما بجحت في بيت أهلها إنها ناضجة وبتعرف ترد، بس طلعت طفلة أكتر مما توقع. حبسها في الأوضة، وبعدين فصل النور عن كل حاجة، وهي بعد ما كانت بتهزر بطفولية وبتضحك بدأت تعيط وتخبط. زين افتح لي لو سمحت، أنا خايفة قوي. زين انت مش بترد ليه؟ ما ردش عليها، وهي قعدت تعيط على السرير. حاولت ترن على أي رقم من التليفون بس ما كانش شغال. طيب انت قلت لي اني هجيب نونو، مش هتحبسني في الضلمه؟ حرام عليك يا زين، انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا ما خنتش، روح اتشطر على خيبتك. الصوت اتكرر تاني وهي صرخت. الصوت عمال بيتكرر يا زين، وانا خفت اكتر. اما عن زين كان بيضحك على الطريقه اللي بتنادي بيها، بس حب انه يعاقبها بالطريقه دي. هو اسلم حل ليا دلوقتي انه غمض عيني وانام، صح؟ ايوه صح. يا رب يجيلك كابوس يا زين يخليك ما تعرف تنام خالص. نامت على السرير وحضنت المخدة وحاولت تنام كتير، لحد ما نجحت أخيرا في كده بعد مواصلة عياط طويلة. وفي نص الليل فتح زين الباب وبصلها، لقاها بتعيط وسط نومها، رغم إنها صعبت عليه لكنه منع يظهر أي شفقة ليها، وزعق مرة واحدة: انت يا بنتي ايه في ايه؟ قومي خلينا ناكل. بس انا عايزه انام. وبعدين انت بتقفل عليا ليه؟ انا مش جاريه عندك علشان تعمل فيا كده وتطلع عقدك عليا. انا معقد؟ ايوه، باللي انت عملته ده ما يطلعش غير من واحد معقد وكلك كلاكيع، وعمال بتطلع كل النواقص اللي عندك عليا. هي بقت كده
على العموم انا مش هرد على حد طفلة زيك. وفجأة اتقمصت منه واتكلمت بتكشيرة. ربنا يسامحك، ومش من الذوق على فكرة انك تقول عليا طفلة. هي بقت شتيمة ولا ايه؟ ايوه شتيمة، لأنسة كبيرة وعاقلة وناضجة زيي انت ترضى اقول عليك طفل؟ اتعصب فجأة منها وزعق فيها بنرفزة. يا ريتني فضلت طفل ولا شفت جزارة اختك في حياتي الخاينة بنت بالله عليك اوعى تغلط في بابا، هو ملوش اي ذنب، وبعدين ما انا اهو، انت شفت مني حاجة وحشة؟ بكرة لما تبقي قدها هنشوف كل الوحش والقرف. وفجأة زقته وقفت تزعق لي بنرفزة واضحة. ولما انت مش واثق فيا بتعيد الغلط مرتين ليه؟ ولا هو اي قرف وخلاص؟ وبعدين هي ما كانتش عايزاك، المفروض مش تغصبني على الجوازة وتكرر الغلط مرتين، المفروض تبعد وخلاص. اسكتي خالص. دلوقتي انا اللي اسكت؟ طب ولو ما سكتش هتقدر تعمل فيا ايه بقى؟ ولا اي حاجة. هنزعل سوا. اعلى مفخلك اركبه يا زين، انا ما عدتش خايفة منك، وبعدين انت واحد متجرد من رحمة، عشان ما فيش واحد في الدنيا يطفي النور على واحدة بتخاف. رفع حاجبه ليها وما كانش مستوعب بجملة متجرد من الرحمة، وهو حس انه بيتعامل مع عبيطة وخلاص، فاستغفر ربنا وقتها. شغل طيور الجنة ده تروحي تعمليه على ابوكي مش عليا. اعمله عليك وعلى التخين كمان. طب يلا خليكي تطفحي لقمة. لا ماليش نفس، واصلا مش عايزة منك اي حاجة، انا اهور عليا موت من الجوع ولا اكل من اكلك. يبقى احسن برضو. جدعة، انا شايف انك وفرت عليا. اتضايقت قوي لما سابها ومشي وشد الباب ولا عبرها، وهي بصت عليه وحطت ايديها على بطنها اللي كانت بتعمل صوت علشان جعانة. مش وقت خالص على فكرة. وبعد دقايق نزلت على تحت، لقيته قاعد على سفرة مليانة اكل. خير؟ انا جعانة قوي، وعرفت ان الواحد لما مش بياكل بيموت على طول. يا شيخة جديدة عليا، بس تمام، اتفضلي اقعدي كلي. شكرا، كلك ذوق، بس بصراحة ما كنتش حابة تقل عليك في الأكل، فهاكل حاجة بسيطة. كتم ضحكته عليها وقتها. طب كويس، هو انت كلك على بعضك معدتك قد ايه؟ مش عارفة، بس أنا لما أخد درس التشريح هقولك. منع ضحكته عليها وبدأت تاكل، وفجأة صرخت لما أكلت صنف معين. يا لهوي، ده حرق نار بقي، الحقوني هموت من بقي. اهدي خلاص. مية بسرعة، مية. لا بلاش مية، خدي زبادي. عيطت في اللحظة دي. انت فرحان فيا صح؟ عشان كده مش راضي تديني مية؟ ربنا يسامحك، انا زعلت منك. جاب لها زبادي تاكله وشوية وهديت. ظلمتك. اهدي بقى خلاص وكملي اكلك. لا يا عم ما عدتش عاوزة. ما ينفعش. لا برضو مش عاوزة. حس انه بيتعامل مع بنت اخته، وانها ابعد ما يكون عن انها تبقى مراته، وفجأة زعق فيها. انا بقولك اقعدي كملي اكلك، مش هقعد ازعق في نفسي كتير معاكي. يوه، انت بتزعلي كده ليه؟ مزاج ازعق فيكي، ولو خبطت راسك في الحيطة براحتي، انا مش عايز حركات طفولية، سامعة؟ بدأت تعيط وهو قعدها غصب عنها وبدأ يأكلها بنفسه. حس انه بيتعامل مع بنته، وافتكر لما قال هيتجوزها علشان يخلف. طب دي هتكون ام ازاي وهي اصلا محتاجة ام واب؟ وبعد شوية، يلا اطلعي ارتاحي شوية وما تناميش على طول. حاضر. وكفاية عياط، انا ما كنتش بضربك. حاضر. هديتي؟ الحمد لله. طلعت على فوق وهو فضل يبص عليها واستغرب ازاي ما لفتش انتباهه رأف قبل ما يتجوز من روان. عدى اسبوع كامل وهو حاسس انه زود على قلبه هم كبير بيها. بدل ما ينتقم منها بدأ يتعامل معاها على انها طفلته ويهتم بيها. اما عنها هي كانت بتبص على الفيلا، وبعدين حست فجأة انها زهقت من القعدة لوحدها، فخبطت على المكتب ودخلت عند زين. خير؟ هو انت مش بتطلع من المكتب ده خالص؟ وفيها ايه؟ ده شيء يزعل حضرتك يعني؟ وبعدين انا افضل في المكتب احسن ما اطلع واتعبك. طب انا زهقت، هو ممكن اقعد معاك هنا من غير اي صوت؟ لا. خلاص شكرا. راحت قعدت على الكنبة وهو كان هيتعصب عليها، بس افتكر انه وراه شغل كتير فكمل شغله، وهي وقفت تبص على الملفات. هو انت عندك فرع شركة في البيت ولا ايه؟ انا مش عايز صداع. هو اشمعنى الملفات دي حمرا ودي خضرا؟ ما ينفعش كله يبقى اخضر علشان بحب الاخضر. حاضر، حاجة تانية. هو انت بتاخدني على قد عالي ولا ايه؟ طب ما ينفعش اروح الكلية او اروح في داهية حتى؟ لا، اعتبري حبس انفرادي لحد ما ربنا يؤمر. عايزاك ترد عليا ب3 كلمات. كتم ضحكته عليها لانها بتحاول تشد منه الكلام. بدأت تبص على نقطة في الارض وتدوس عليها وعلى اللي جنبها. افتكرت. ما ردش عليها وهي فضلت تقول
كانت بتقول ايه؟ ايوه افتكرت الأغنية اهو. يا بابا اسناني واه وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بدي أشرب الحليب، بسوسة خربت سناني يا سناني يا سناني يا سناني. اتخض منها بسرعة وقام قرب منها. ملا أسنانك؟ عايزة شوكولاتة. مش فاهم. دي أغنية بس أنا عاوزة شوكولاتة. ممكن تزود الانتقام يوم وتجيب لي شوكولاتات كتير. عارفة لو ما طلعتش من قدامي دلوقتي هعمل فيك ايه؟ انت ايه؟ ما عندكيش دم. انا مش عايزة اشوفك وكل دي هتيجي قدامي. هو انا ليه حاسة انك بتهزقني؟ انا عايزة ادخل جوه دماغك وافهم هي ماشية ازاي. اطلعي يلا على برا عشان انا اتخنقت منك. يوه، هو انا عملت ايه كل التهزيق ده كله؟ عموما انا اصلا ما كنتش عايزه اجي لولا ما انت ناديت عليا فما كنتش جيت. انا ناديت؟ ايوه، وما عدتش عاوزه اكون في مكان انت فيه. خلي فيه كرامه شويه. لسه هيقرب منها اكتر طلعت تجري من قدامه وهو قعد يكمل شغله كذا ساعه، وفجاه حس انه استفقدها تاني وعايزها تيجي تقعد تتغرس قدامه. لسه هيقوم يشوفها لقاها خبطت على المكتب ودخلت على طول. خير تاني؟ انا كنت عاوزه اتكلم مع حضرتك في موضوع وافتكرته الثانيه دي. ينفع دلوقتي ولا اطلع بره؟ اطلعي بره. طيب هو بصراحه انت عارف ان انا في كليه صيدله، فكنت عاوزه اذاكر علشان الامتحانات بتقرب والدنيا بتبوظ مني. انا قلت بره. ما انا عارفه كمان ان في سكاشن، بس عشان بتنتقم مني وكده مش هترضى تخرجني صح؟ لا انت مش طبيعيه بقى يا بنت. انا رديت عليك على فكره رد من البدايه. ما انا فاهمه. حضرتك مش فاهمه اي حاجه. طب وهتعمل معايا ايه؟ انا شايفه انك تخرجني ونمارس حياتنا قدام الناس بشكل كويس عشان روان لما تشوف تقول لا انا غلطت لما ظلمته. فاهمني؟ لا. يبقى هشرح ليك. طبعا هو فاهم قصدها، بس قال كده علشان تقعد قدامه وتتكلم بعفويتها اللي بتخليه ما يزهقش منها ابدا، وكان مبسوط جدا من وجودها وعلى قلبه خفيف. كانت بتضحك وبتقوله على حاجات عبيطه كتير خلته هيدوب فيها وفي لطفتها. تاني يوم الصبح راح لعندها وندى عليها. رهوفه. صح يا زينة اهو خلاص. مش باين بس تمام هصدقك. قولي في ايه؟ عرفت من الجدول اللي عندك سكشن كمان ساعتين. تعالى عشان اشتري لك البلطو وكتب جديدة. حاضر. وقفت وشوية ونزلت وهي في قمة شياكتها، وطبعا هو ما أخدش هدوم من عند أهلها لكنه جاب لها أحلى بكتير. مشي معاها وكان باين عليها طفلة جدا قدامه، بس هو كان مبسوط بيها وكانوا لايقين على بعض قوي. عدى ساعتين وراحت على كليتها، وبعد ما خلصت طلعت تستناه. لقيت واحد زميل ليها قعد قدامها. لو سمحت انت قاعد هنا ليه؟ ممكن تقوم تمشي بقى عشان انا مش بحب اقعد مع شباب. عايزه اتكلم معاكي. وانا مش عايزه اتكلم معاك، ولو سمحت قوم. رهف، هو مين اللي كان جاي يوصلك ده؟ ابوكي؟ شكله مش كبير وانت بتحور عليا. بعد اذنك. كانت لسه هتمشي فراح وقف قدامها. خلاص ايه دي وانا بهزر معاكي، بس في الحقيقه انا بحبك وعايزه اتجوزك. كان واقف بيتكلم معاها وهي مش عارفه تتصرف ازاي. اما عن زين وصل في عربيته، واول لما شافها ملامحه اتغيرت كليا وكان باين عليه بيطلع نار من ودانه، وهي راحت عليه. عامل ايه؟ اركبي. في ايه مالك؟ ما ردش عليها وكان باين عليه متعصب قوي، فركبت هي وهو بدأ يسوق العربيه. على فكره انا بخاف من السرعه قوي، ممكن حضرتك تهدي شويه صغيرين عشان اعصابي بتبوظ. اقفلي بوزك. ربنا يسامحك. وعلى فكره اسلوبك معايا مش حلو خالص. او ضل ناقص اتعلم الاسلوب من واحده خاينه زي اختها. اتصدمت من كلامه وما عرفتش ترد تقول له ايه. وصلوا على البيت وكانت متعصبه قوي، وبعدين اخدها وزقها في الاوضه. طب خليكي محترمه كده كذا شهر، بدأ الموضوع بدري قوي كده ليه؟ انت بتقول ايه يا زين؟ انا قلت بلاش تدمر مستقبلها جنبك وسيبها تكمل حياتها. بس الحياه ايه؟ واحده رخيصه وبكحه وواقفه في نص الكليه مع واحد غريب ومش عامله حساب لحد. ده انت عديتي اختك، على الاقل هي كانت بتعمل ده في السر مش زيك انتي. ما تقارنيش بيها سامع، انا عمري ما بقى زيها ولا اعمل اللي هي عملته. لا ده حضرتك اسوأ منها بمراحل. لو مش واخده بالك يعني. زين حس ان عفريت اتلبسه، وفكرة انها تتكلم مع حد كانت صعبة قوي عليه، فبدأ يزعق اكتر وكان خلاص هيتجنن. زين ايه وزفت ايه؟ انت واحدة قذرة وخاينة المعروف والكل حاجة. اخرس قطع لسانك، قالتها ونزلت بالقلم على وشه في نفس اللحظة، وهو كان مصدوم فشدها من شعرها وهي صرخت. حاسب يا زين، ابوس ايدك اوعى تضربني عشان خاطري. اقفلي بقك
خلاص أنا آسفة. شدها جامد ولسه هيرد ليها القلم، حس إنه مش قادر، نزلها نفس المخزن اللي كانت أختها فيه وحبسها فيه، وهي كانت بتعيط بانهيار. زين حقك عليا، افتح لي الباب. ما عبرهاش ليلة كاملة وهي لقيت فيران كتير قوي وكانت بتصرخ، ما كفاهوش فيها صراخها، كان هيتجنن لحد ما سكتت وعرف إن اغمى عليها. طلع يجيبها وطلعها في أوضتها وفضل قاعد جنبها ساكت. قامت تاني يوم الصبح وأول لما شافته فضلت تعيط. لو ما قفلتش بوك أنا راجعك مكان ما أخدتك. خلاص أنا آسفة وسكت أهو، بس ما تعملش فيا كده تاني عشان خاطري. بقى أنت بترفعي إيدك عليا. أنا آسفة، صدقني عمرها ما تتكرر تاني. تمام. مين الشاب ده وكان بيتكلم معاك في إيه؟ حكت لي على كل حاجة بعفوية. نعم. أبوك إيه؟ هو اللي قال كده وده اللي حصل. بتحبيه؟ لا أنا مش بحب حد ومش بتكلم مع حد، وأصلا أنا كنت قاعدة لوحدي وهو لما جه قمت وحصل خير. ابتسم على كلامها بخفة. طب غيري يلا وانزلي نفطر سوا. هتأكلني؟ وماله، واشربك اللبن كمان لو عايزة، ما هي شغلانة بقى. ضحكت ليه بعفوية وهو بص لها شوية وبعدين مشي من قدامها. بعد وقت قعدوا يفطروا سوا، وتاني يوم كان وراها سيكشن فقال لها تجهز. هو أنا هروح بجد؟ مش عايزة تروحي ولا إيه؟ لا بس فكرت بعد اللي حصل انت هتتعصب وهتمنعني يعني. أنا مش ضد مصلحتك، بس صدقيني المرة الجاية لو اتكرر اللي حصل ده أنا اللي هنزل بالقلم على وشك، وصدقيني مرة تانية ايدي غير ايدك خالص. معاك حق، أنا بجد لما بشوفها بحس بفزع كبير قوي. ضحك من قلبه عليها وكانت على قلبه زي العسل. وصلها الكلية ولما راحت لمحت نفس الشاب واخد علقة تمام، بس هي ما عرفتش منين، وأول لما شافها هرب منها على طول. أما عن زين كان قاعد في المكتب وهوسه خلاه يبعت سواق ست يجيبها من الكلية، فتليفونه رن وهو رد. أيوة زين باشا، روان احنا عرفنا مكانها وطلعت عايشة مع نفس الشاب. تمام، هات الاتنين لحد عندي في المخزن وانا اتصرف. تحت امرك يا باشا. الباب خبط وبعدين رهف دخلت واتكلمت بهزار. انا جيت، رهوفة القمر جات ونورت الدنيا كلها، ايه رأيك؟ اقعدي. ده بدل ما تقولي ايه النور ده، واول مرة اشوف الشركة بتاعتي منورة من يوم ما عملتها. يرضيك اكدب يعني؟ بالنسبة ليك عادي. مش كده على فكرة، بس بابا بيقولي على طول انتي نور المكان. طب اقعدي يا نور المكان. قعدت معاه وكانت بتلعب في الحاجات وهو بيشتغل، كل شوية يبص عليها وفضل محتفظ بيها لحد ما روان واللي معاها راحوا المخزن بتاع الفيلا. أما عنها هي بصت عليه واتكلمت فجأة. انت انتقامك حلو قوي. مش فاهم. فكرتك يعني هتأذيني وكده وهتيجي عليا بزيادة، بس الحمد لله لقيتك أحسن من كده. قلتيلي. هو أنا ليه أوقات بحس إنك مش طايقني؟ ده أنا حتى قمر خالص. تمام. بقولك ايه، انا بفكر اروح اختبار حمل اشوف حملت ولا لسه، يعني علشان ما نطولش في جوازتنا، خصوصا اني كنت هتطلق على طول. حمل ايه؟ هو مش انت قلت هنتطلق لما اخلف نونو؟ فضل يستوعب كلامها وبعدين طنشها خالص وهي فضلت تلعب في الاقلام. خف شويه بقى، انا صدعت منك. يوه، هو انا عملت فيك صداع ده كله؟ نازله رغي وقلنا ماشي، بس بتلعبي في الاقلام ليه؟ انت كبيره يا ماما، ما ينفعش منك كده. ما ردتش عليه وفضلت مكشرة لحد ما خلص، فقام وقف من مكانه. يلا يا مبوز. هو انت بتكرهني ليه؟ انا حبيتك خالص. ما ردش عليها وبعدين اخدها ومشيوا. وعدى اسبوع وكل يوم يختفي بالساعات في البيت، وفي يوم كان طالع من المخزن وهي اول ما شافته سألته بصوت عالي. انت كنت فين؟ بسم الله، ايه دي يا شاطرة مش كده؟ انا عايز اعرف انت كنت فين وبتعمل ايه هنا؟ انت جايب ستات وبتخني صح؟ انا برضو بقول الفار مش هيلعب في عب من فراغ. اطلعي نامي يا رافع علشان عفاريتي ما تطلعش عليكي وتغطي على الفار. انت بتخوفني منك ليه؟ هو ده القبو المعتم المسلم اللي انت حبستني فيه صح؟ ايوه. انا كنت بخاف منه بس خلاص ما عدتش بخاف خالص على فكرة. تمام. هو انت كل حاجة تقولي تمام ليه؟ اطلعي نامي. طلعت بس عينيها كانت على القبو ده وفكرت كتير تدخل، لكنها ترددت علشان ما تعملش مشكلة بينها وبينه، فراحت تنام. لكن بالليل سمعت صوت فنزلت وخبطت عليه. حد هنا؟ سمعت صوت فخبطت على صدرها بشهقة. يا لهوي، ده في حد بجد. فتحت الباب اللي كان فيه المفتاح من بره وباين صوت زين. اتصدمت أول لما شافت روان ومعاها واحد مربوطين وباين عليهم متبهدلين آخر حاجة.
ايه اللي بيحصل هنا؟ روان مالك؟ روان فضلت تحرك راسها يمين وشمال. انا مش فاهمه انت عاوزه تقولي ايه؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ كان بقها مربوط ومش عارفه تتكلم. هو ايه الحكايه؟ خلاص لو مش عاوزه تقولي حاجه براحتك، بس ابقي ردي، مش تعملي كده. لسه هتمشي فروان فضلت تصرخ، فلفت رهف وزعقت فيها. انت عماله بتحركي وشك وانا مش فاهمه اي حاجه. انا ماشيه عشان زهقت منك يا خاينه، بتخوني جوزك يا معفنه. حد يبقى متجوز زين ويخونه؟ اخصى عليكي، ما شفتيش تربيه بصحيح. خلصت كلامها وبصت على حسن اللي كان هياكلها بعينيه. واخصى عليك انت كمان تقبلها على نفسك يا قذر. يا رب تتجوز ومراتك تخونك يا معفن يا واطي. ادفو. لسه هتخرج فبصت على اختها. يا لهوي، هو انت بقك مقفوله هتتكلمي ازاي؟ روان ارتاحت ان الغبيه اختها اخيرا اخدت بالها ان في حاجه على بقها ومش عارفه تتكلم، فرهف قربت منها وفكت بقها وروان صرخت فيها. عيله بهيمه ومش فاهمه اي حاجه. حرام عليكي، بتغلطي فيا ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت بتعملي ايه هنا؟ زين اتجوزني بسببك. زين انت شخص قذر. قالت كده وبدأت تقول حاجات كتير وتضحك على رعف اللي عيطت من زعلها، وبدأت تبص للأرض وتشهق. فكت أختها وحسن، وبعدين قام هو وقرب منها. مش تقولي لي يا رون إن عندك أخت زي القمر كده؟ ابعد عني لو سمحت. رعف حاولت تبعده، فروان قالت دي عيلة متخلفة عقليا أصلا وتستاهل اللي هيحصل فيها من زين. يلا نهرب. زقوا رهف اللي كانت هتقع لولا ان زين لحقها وبص لهم هما الاتنين. عينيه كانت بتطلع نار. قرب من حسن وضربه في وشه جامد، لكنه قام جري وهرب مع روان. والحارس كلم زين اللي قاله خلاص سيبهم يمشوا. قال كده وبص على اللي كانت بتعيط. هو انت قلبك ده ايه؟ مفيش فيه اي رحمه؟ ليه بتأذيهم؟ حرام عليك. انت برضه لسه بتدافع عنهم يا غبيه. هي قالت ليا كل حاجه، وانك لبست ليها حسن، وانها كانت بتحبك ومخلصه ليك. لا دي مش سذاجة، ده مرض نفسي. دماغك أكيد مش طبيعية. أنا برضو اللي مش طبيعية ولا أنت اللي شيطان وما تستحقيش الرحمة؟ أنا بجد كنت مخدوعة فيك قوي يا زين، بس الحمد لله روان خلتنا فوق وأعرف الحقيقة. روان الخاينة اللي كانت قاعدة في بيت واحد شمال. هي مش خاينة، أنت اللي عايش الدور بجد. أبويا عارف يربينا كويس قوي. إذا ربك فشل في تربية واحدة وفي علاج التانية عشان دماغك دي مش طبيعية. دور على نفسك قبل ما تتكلم عليا، وحسك عينك تقرب من اختي تاني. سامع؟ هفضحك وهقول انك بتتبلى علينا. برضو؟ ايوه برضو. ودلوقتي بقى طلقني يا زين، انا مستحيل اقعد على ذمه واحد خبيث زيك. اتوقع ايه من اخت الخاينه؟ ما تلومش عليها، روح دور على نفسك. ما جايز العيب منك وحابب تعيش دور الضحيه، وانت في الاساس شيطان متسلط وما تعرفش اي حاجه عن النخوه او الرجوله. اخرس يا بت. قال كده وضربها بالقلم خلاها تقع على الأرض، وهي كانت مصدومة من فعلته. هو نفسه مستوعبش هو عمل ايه، لكنه شدها من شعرها. أنا هعرف أربيكي كويس قوي وأعلمك إن عينك ما تترفعش في زين نصار، فاهمة؟ حاسب يا زين شعري. هقطعه ليكي وهقطم رقبتك كمان. لقاها استسلمت ليه وكانت بتمشي معاه وهي بتعيط وبس. صعبت عليه بشكل كبير وحس بالشفقة عليها. قعدها على الكنبة في أوضته بعد ما قرر إنه مش هيعمل فيها أي حاجة، وكانت ساكتة بشكل يخوف. وفي اللحظة دي تليفونه رن وهو رد. أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لله ما أعطى وما أخذ. بصت عليه فقرب منها وأخدها وراح بيها للمكتب، وراها الفيديوهات والتسجيلات اللي بتثبت صحة كلامه. اتفضلي، أعتقد دول مش أنا اللي هبقى متكلم فيهم، صح؟ أنا عايزة أروح عند بابا. صدقتيني أنا أسفة إني شكيت فيك، وأعتقد إنك اديتني جزائي. أنا لما فكرت لقيت نفسي ساذجة ومقرفة قوي، بس ده ما كانش يديك الحق إنك تضربني. ما أنت ضربتيني. طب بالله عليك إيدي زي إيدك. ضحك وقتها عليها وما ردش، وبعدين مسحت على وشها. أنت بالذات أنا أكره ما عندي أشوف دمعة واحدة نازلة منك. عايزك على طول مبسوطة وبتضحكي ووشك منور، بس أنا زعلانة منك قوي ومش مسامحاك على فكرة. حقك على عيني وقلبي يا ست البنات. ودلوقتي في حاجة عاوزة أقولك عليها، بس خديها بالراحة عشان أهلك. إيه؟ روان كانت طالعة هنا مع حسن وركبوا تاكسي وعملوا حادثة والاتنين ماتوا. أنت بتقول إيه؟ لا أكيد روان ما ماتتش. بدأت تصرخ وتعيط وانهارت مكانها. وبعد وقت هديت وأخدها على بيت أهلها، وكان معاهم كل لحظة بلحظتها، وكان صعبان عليه قوي وضعها. كان جنب باباها في كل الأوقات، فهو قال له معلش يا ابني، تعبتك معايا. لا تعب ولا حاجة، وبعدين أنا بعمل كل ده لأجل عين رهف. قصدك روان؟ لا رهف، روان بالنسبة لي أخت مراتي
وماتت خلاص، قدر الله وما شاء فعل، ونعم بالله يا ابني، كلك واجب. قال له كده وهو نفسه مستغرب لحد ما قعد مع رهف وسألها: حبيبتي قولي لي، هو زين أذاكي في حاجة؟ لا يا بابا، زين على فكرة كويس قوي. بابا، هو حرام عليه لو أنا حبيت زين؟ ليه بتقولي كده؟ بسألك يعني. رهف: بابا أنا بحب بصراحة زين وعايز أرجع معاه على بيته، لو حرام عرفني. لا مش حرام، بس في الأول والآخر زين جوز أختك، مش أكتر من كده. اتصدمت وعيطت لما واجهها بالحقيقة دي، وزين بعت لها رسالة تطلع تقابله، ونزلت ليها عند العربية. الطفلة النكدية ظاهر الهرمونات بتاعتها لسه شغالة، مش عشان روان. أمال اللي حلو المقطط بيعيط ليه؟ قولي لي بس علشان بدأت أقلق عليكي. هو يا زين فعلا انت جوز اختي؟ انا بابا قال لي كده وصدمني، وانا ما عدتش فاهمه اي حاجه في الدنيا دي كلها. لا، انا اللي جوز اخت روان الله يرحمها. انت لسه بتكرهها وما سامحتهاش؟ الخير فيما اختاره الله ليا، والحمد لله عوضني خير بعدها على طول. ودلوقتي يا صغنن انت اللي تقولي لي، عايزه انا اسامحها؟ اكيد طبعا، لانها خلاص ماتت. لاجل عين تكرم الف عين، ولاجل عينك مسامحها يا رهاف. ضحكت بسعاده ليه اول لما قال كده. ايه بقى اللي مزعلك؟ انت ضربتني فاكر؟ ياه، ده انت قلبك اسود بشكل. يا شيخه ده انا قربت انسى اني عملت كده. طب ولو قلت لك ان انا كمان قربت انسى وعايزه ابدا معاك بدايه جديده ومش عايزه اي حاجه، وبعدين احنا خلصانين؟ طب انا ليا حق عندك. مش مهم، انت سامحتني وخلاص صح؟ قول ايوه بقى عشان احبك. سامحتك. بابا قال لي انك جوز اختي وكده حرام احبك ولا ايه؟ تعالي نطلع عليه. طلع فعلا اتكلم مع باباه بالمنطق وبهدوء كبير قوي، وفهمه انه بيحب رهف وحب ليها بلغ كل حاجه. اخدها معاه على البيت وهو مروح بعد ما باباها دعا ليهم هما الاتنين ان ربنا يسعدهم، وخلاص قفل صفحه الماضي كلها نهائي. واول لما وصلوا: قبل اي حاجه نقفل المخزن ده خالص او اعملوا غرفه العاب. حاضر. اوعدني عمرك ما تاذي اي حد حتى لو عمل فيك ايه، وانك مش هتقابل الاذيه بالاذيه. لو ده يرضيك انا موافق، وتحت امرك يا ست البنات. حلوة قوي، وكمان عايزة تفضل تحبني العمر كله. يا عبيطة، هو انت بتدوري على اي كلام وخلاص؟ ما تقوليش يا عبيطة عشان انا كبيرة وبقيت مراتك على فكرة. خلاص حاضر. وكمان في مشكلة دلوقتي، احنا كنا متفقين بعد ما اخلف هنتطلق، وانا بصراحة بقى مش عاوزة اتطلق خالص. اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجة يا حبيبتي، خلاص الاتفاق باظ، ودلوقتي بداية جديدة بيني وبينك. بس استنى، انا قاعده زي البغبغان عماله اقول لك بحبك ومش عارفه ايه، وانت قاعد سايلنت خالص. لو مش بتحبني روحني عند بابا، مش هقعد هنا على فكره. لا طبعا مستحيل، هو انا خدتك بالساهل؟ ده انا فضلت اتكلم ساعتين. استاهل؟ تستاهل اتكلم العمر كله يا قلب وروح وعمر زين من جوه. انا مش بحبك يا رهوفه. اخص عليك يا زين، انا زعلت منك، يعني انت مش بتحبني بجد؟ كانت على وشك تعيط ووشها قلب شبه الأطفال من تاني، وهو قرب منها بابتسامة. أنا بعشقك يا أطيب ورق وأنضف قلب دخل حياتي كلها. اتكسفت جدا منه وعيونها دمعت وما كانتش مصدقة إن هي دي النهاية بجد ليها. وأنا كمان بحبك قوي قوي يا زين. لما سألت بحبك ليه ما لقيتش كلام أصلا يتقال. شوفي، لو اتجمع شوق وجنان وأدب وحنان وسلام وأمان وياك كان لازم أحبك من ساعة لما قابلتك. من عنده حضور زيك يا جميل، من قلبه يساع، من باله طويل، من يخطف قلبي اللي أنا حاطط على بابه وقفال. كان دايما في حاجة ما اتظبطتش، كان دايما في إحساس ناقص، ولأني محبكها زيادة وبحب الشيء يبقى مثالي قلت هكمل وحدي ويمكن تحصل زي ما هي في بالي. أول ما قابلتك بالصدفة قلت تعالي، شرفتي حياتي ونورتي وحجزت مكان ودخلتي الدنيا وغيرتي في عيني الألوان. بالظبط اللي أنا عاوزه لقيته، واحدة تكون للواحد بيته وقابلني جنانك حبيته. ودي مش شخصيتي ولا طباعي، سميت أيامي بلا وجودك أيام متعادة وبلا داعي. حبيتك ليه؟ وده برضه كلام. يا نصيبي الحلو، يا فرح الخام، دي أول مرة أكرر شيء ولاقيني قصدت. لو شافوا الرسمة اللي رسمها تطلعي بالظبط. أيوة بحبك ومفيش أسباب، دنيتي قبلك مكتوبة غياب. مرتاح لك وكأني اتربيت أنا وانتي
في بيت واحد والباب في الباب، وكفاية انك قبل عيوبي وانا فيا عيوب علشان هتساب. كونك قبلاني دي تتشلك وجميل عالراس، وكفاية انك عارفة وقلتي حباك وخلاص. وانا والله بحبك واعمل عين الحراس، اوعدك ان انا عمري ما اخون الوعد المقطوع. فرحك واجبي زعلك ممنوع، هتكوني تملي في تفكيري صلب الموضوع. وافضل بحميكي من الدنيا واخد ضرباتها وانا مكانك. انا قبلك ضيعت حياتي والباقي مخليه علشانك. ربنا يكبر خاطرك عشان واخد بايدي، عشان وياكي لقيت نفسي ولقيت عيدي. ويعلي في شأنك وحنانك، واذا قالوا الناس انتي تزيدي يا شعاع النور. يا غطايا من الايام البور، يا حمولة ومرضية بشيلتك. تفضلي دايما كل اصحابي ويقدرني ان افضل عيلتك. ايوه كان لازم احبك من ساعة لما قابلتك. انتي الست اللي انا بتمنى تغلبني التجاعيد في وجودها وابقى معاها واحمي مقامها. انتي الست اللي انا مش مكسوفة انحني او اعيط قدامها. وانتي الانسانة اللي انا موجودة علشان تتحقق احلامها، وعلشان الحق حبل غرامها لو تاه او داب. انا جاي اطلب منك يا ذنوبي اللي القلب بيستغفر عنها لو تاب. والله بحبك من ساعة لما قابلتك. ولحد هنا بتخلص قصتنا يا حبايب قلب بسمة. اتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم فرحوني وفرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد.